أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع أعتقد بيمس ناس كتير مننا، العلاقات العاطفية للكبار. هنحاول نفهمها بشكل أعمق شوية، وهنعتمد على الأفكار اللي في كتاب متعلقون لأمير ليفين وريتشل هيلر. الكتاب ده بيتكلم عن علم التعلق وإزاي ممكن يساعدنا. يعني هدفنا النهاردة مش إننا نقول فلان كذا أو علان كذا خالص. الفكرة إننا نفهم الأنماط المختلفة اللي ممكن تكون بتحركنا في العلاقات، إزاي ده بيأثر علينا، على سعادتنا. بالظبط. هو نوع من استكشاف الذات والآخرين. يعني ليه بنتصرف كده؟ ليه بننجذب لناس معينة؟ الفكرة بس نزود الوعي، وده ممكن يبقى أول خطوة لو حد حاسس إنه محتاج يغير حاجة. جميل قوي. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. إيه هي بقى نظرية التعلق دي؟ يعني أساسها إيه؟ فكرة وخلاص ولا علم؟ لا، دي ليها أساس علمي قوي جدا وبدأت من زمان قوي. اللي بدأها كان باحث اسمه جون بالبي. الكلام ده يمكن في الخمسينات. قديمة يعني. أيوة. وهو بدأ يلاحظ علاقة الطفل بأمه أو اللي بيرعاه. اكتشف إن الارتباط ده مش بس عشان الأكل والشرب، لأ، ده احتياج بيولوجي أساسي، ضروري عشان الطفل ينمو نفسياً كويس، وعشان يقدر يعيش أصلاً. احتياج بيولوجي؟ زي الأكل والشرب كده؟ بالظبط كده. كأن التطور برمج جوانا في مخنا نظام معين. الباحثين سموه نظام التعلق. نظام التعلق. أيوة. النظام ده مسؤوليته إنه يخلينا نرتبط بناس معينة في حياتنا، ناس مهمين، زي مين؟ زي الأهل، الولاد، الشريك العاطفي طبعا، ونحافظ على القرب منهم عشان نحس بالأمان. والنظام ده، خلي بالك، بيفضل شغال معانا طول عمرنا، مش بس وإحنا صغيرين. طب هو بيشتغل إزاي النظام ده؟ يعني إيه علاماته؟ هو بيستخدم مشاعر وسلوكيات معينة عشان يحافظ على القرب ده. يمكن أشهر حاجة بنشوفها هي سلوك الاحتجاج. سلوك الاحتجاج؟ زي إيه؟ زي الطفل الصغير اللي بيعيط جامد قوي لو مامته مشيت وسابته. بتحصل. وحتى الكبار برضه، لما حد فينا يحس بالقلق قوي لو الشريك اتأخر في الرد، أو يحاول يتصل بيه كتير لو حس إنه بعيد عنه أو بيتجاهله، كل ده في الأصل هو سلوك احتجاج. هدفه البيولوجي واحد: عايز أرجع أحس بالقرب والأمان تاني. يعني القلق اللي بنحسه لما الشريك ما يردش بسرعة ده ممكن يكون جزء طبيعي من نظام التعلق؟ ممكن جدا يكون كده. والتنوع بقى بين البشر بيخلي فيه استراتيجيات مختلفة عشان نحقق الهدف ده، هدف القرب والأمان. ومن هنا بقى بتيجي أنماط التعلق الثلاثة المشهورة للكبار، اللي هي تعتبر امتداد للأنماط اللي بنشوفها في الأطفال: اللي هم إيه بقى؟ الآمن والقلق والمتجنب. تمام. ممكن تشرح لنا بسرعة كده الفرق بين التلاتة؟ أكيد. نبدأ بالنمط الآمن أو السكيور. دول الناس اللي في العموم مرتاحين لفكرة القرب والاعتماد المتبادل، بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بسهولة، بيثقوا في شريكهم، وفي نفس الوقت هم كمان بيكونوا مصدر دعم وأمان ليه. علاقاتهم عادة بتكون مستقرة ومريحة للطرفين. ده يبدو يعني أحسن وضع. وفعلا نمط صحي جدا. بس ده مش معناه إن ما عندهمش مشاكل خالص، لا طبعا. النوع التاني هو النمط القلق. anxious. دول بقى بيبقوا عايزين قرب جدا جدا، آه. لكن في نفس الوقت دايما قلقانين، خايفين الشريك مش بيحبهم كفاية، أو إنه ممكن يسيبهم في أي وقت. بيبقوا حساسين قوي لأي تغيير بسيط في تصرفات الشريك، وممكن تلاقيهم مشغولين بالعلاقة بشكل مبالغ فيه شوية. فاهمة. والنوع التالت؟ التالت هو النمط المتجنب avoidant. دول بقى عكس القلق تماما، بيشوفوا إن القرب ده خطر على استقلاليتهم، فبيحاولوا دايما يحافظوا على مسافة عاطفية. ممكن يكونوا مش مرتاحين قوي في التعبير عن مشاعرهم، أو إنهم يعتمدوا على حد. بيفضلوا يحسوا إنهم كده مكتفين بنفسهم. واو، يعني الفروقات بينهم واضحة جدا في حتة القرب دي بالذات. جدا جدا. وده بقى بيأثر على كل حاجة في العلاقة. زي إيه مثلا؟ زي طريقة التعامل مع أي خلاف، طريقة التواصل بينهم، التوقعات من العلاقة ومن الشريك، حتى نظرتهم للجنس والحميمية بتختلف. طب والأنماط دي بتيجي منين أصلا؟ يعني هل هي بس بسبب إزاي اتربينا وإحنا صغيرين؟ بصي، التربية ليها دور أكيد، ودور مهم كمان، خصوصا في السنين الأولى. طريقة استجابة الأهل لاحتياجات الطفل بتأثر طبعا. لكن الأبحاث الجديدة بتقول إن الموضوع أعقد من كده شوية، هو خليط من كذا عامل. زي إيه؟ التربية ليها دور،
والجينات الوراثية كمان ليها دور. الجينات بجد؟ أيوة، دراسات التوائم وضحت ده. والأهم كمان إن تجاربنا العاطفية وإحنا كبار ليها تأثير كبير جدا، وممكن تغير نمط تعلقنا مع الوقت. دي نقطة مهمة قوي. يعني نمط التعلق ده مش حاجة ثابتة ما بتتغيرش، مش حكم يعني؟ لا خالص. الدراسات بتقول إن حوالي ربع الناس ممكن نمط تعلقهم يتغير خلال مثلا 4 سنين، والتغيير ده ممكن يحصل حتى من غير ما يبقوا واخدين بالهم أو عارفين السبب. فدايما في فرصة للتغيير وللنمو، خصوصا نحو الأمان. الكتاب كمان طرح فكرة لفتت نظري جدا، ويمكن تكون عكس اللي كتير مننا متعود يسمعه. فكرة إن الاعتماد على الشريك ده مش ضعف، بالعكس ده ممكن يكون هو مصدر القوة. تمام؟ دي يمكن من أهم الأفكار اللي في الكتاب، ويمكن أكتر فكرة بتتصادم مع الثقافة اللي بنعيش فيها، اللي دايما تقولك خليك مستقل، اعتمد على نفسك وبس. علم الأعصاب وعلم النفس التطوري بيقولوا كلام مختلف خالص. بيقولوا إيه؟ الدراسات الحديثة بتوضح إننا بمجرد ما بنرتبط بحد عاطفياً بنبقى تقريباً زي ما يكون وحدة فسيولوجية واحدة. يعني إيه وحدة فسيولوجية واحدة؟ يعني شريكنا ده بيأثر بشكل مباشر وحقيقي على وظائف جسمنا الحيوية، زي ضغط دمنا، ضربات قلبنا، طريقة تنفسنا، حتى مستويات الهرمونات في دمنا بتتأثر بوجوده وقربه. إحنا مش جزر منعزلة زي ما بنحب نفكر. في مثال على كده؟ في تجربة مشهورة قوي اتعملت بالرنين المغناطيسي الوظيفي، اسمها تجربة كوين. لقوا فيها إن الست لما بتمسك إيد جوزها وهي بتتعرض لموقف بيوتر، نشاط مناطق الخوف والقلق في مخها بيقل جدا جدا. أكتر من لو مسكت إيد حد غريب؟ أكتر بكتير. ده بيوريكي قد إيه وجود شريك داعم بيأثر فينا بيولوجيا مش بس نفسيا. ومن هنا بقى بتيجي فكرة مفارقة الاعتمادية اللي الكتاب بيتكلم عنها. بالظبط كده. الديبندنسي بارادوكس دي بتقول إيه بقى؟ بتقول إنه كل ما بنقدر نعتمد على شريك حياتنا بشكل صحي وفعال، ونحس إنه موجود كقاعدة آمنة لينا، كل ما ده بيدينا شجاعة وقوة واستقلالية أكتر عشان ننطلق في حياتنا بره العلاقة. غريبة دي. إزاي الاعتماد يدي استقلالية؟ زي الطفل الصغير اللي بيستكشف الأوضة المليانة لعب وهو كله الثقة طول ما مامته قاعدة في الأوضة شايفها. فاهمة. إحنا كمان ككبار لما بنحس إن في حد في ظهرنا، حد بنثق فيه وبيدعمنا، بنقدر نواجه تحديات الشغل والحياة بثقة أكبر، نبقى مبدعين أكتر وناخد مخاطر محسوبة. يعني الاعتمادية الصحية مش بتلغي الاستقلالية، دي بتدعمها وبتقويها؟ تماماً. الاعتماد الصحي بيحررنا مش بيقيدنا زي ما ناس كتير فاكرة، بيخلي عندنا الجرأة إننا نجرب ونكبر. كلام مقنع جدا بصراحة. طيب لو حد بيسمعنا دلوقتي وعايز يفهم نمطه أو نمط شريكه بشكل أوضح شوية، ممكن يعمل إيه؟ بالنسبة للشخص نفسه ممكن الموضوع يبقى أسهل شوية. في استبيانات علمية ممكن تساعد، زي نسخة متطورة من استبيان اسمه ECR. ده بيقيس بعدين أساسيين: درجة القلق في العلاقة ودرجة التجنب، والنتيجة بتدي مؤشر للنمط الغالب. تمام. طب وبالنسبة للشريك، أكيد أصعد إني أقيم شريكي. أصعب طبعاً، وخصوصاً في بداية العلاقة، لأننا بنبقى شايفين كل حاجة حلوة. الكتاب بيقترح إننا نركز على ملاحظة الأنماط السلوكية اللي بتتكرر، مش موقف واحد وخلاص، ونسأل نفسنا سؤال محوري: هل الشخص ده بشكل عام بيسعى للقرب والألفة ولا بيحاول يبعد عنها؟ ده السؤال الأساسي. طب وإيه مؤشرات تانية ممكن نلاحظها؟ مثلاً لو هنتكلم عن المتجنب، ممكن تلاحظي عليه إنه بيبعت إشارات متضاربة، يوم قريب و10 بعيد، بيقدر استقلاليته جداً وبيشتكي لو حس إن الشريك لازق، ممكن يقلل من قيمة شريكه حتى لو بهزار، أو تلاقيه حاطط قواعد صارمة جداً للعلاقة. والمتجنب ده غالباً بيشتكي من الزن أو اللزق؟ كتير قوي. أما القلق بقى، ممكن تلاحظي عليه إنه دايماً قلقان من فكرة الرفض، مشغول جداً بالعلاقة لدرجة ممكن تبقى مرهقة، محتاج تأكيد وطمأنة طول الوقت، وأحياناً ممكن يستخدم سلوكيات غريبة عشان يلفت الانتباه أو يطمن إنه لسه مهم. والشخص الآمن بقى بنعرفه إزاي؟ غالباً بيكون واضح ومستقر في مشاعره وتصرفاته، بتعرفي تعتمدي عليه، بيكون مرن في نظرته للعلاقات، مش متزمت، والأهم بيعرف يتواصل كويس وقت الخلاف، وبيخليكي تحسي بالراحة والأمان وانت معاه، مش بيخليكي تمشي على قشر بيض. خلينا ندخل أعمق شوية في النمط القلق. إيه بالظبط اللي بيخليهم قلقانين كده طول الوقت؟ الفكرة إن نظام التعلق عندهم بيبقى حساس زيادة عن اللزوم، يعني هايبر شوية،
أي إشارة بسيطة جدا ممكن تتفهم غلط على إنها تهديد للعلاقة. كلمة، نظرة، تأخير في الرد، ده بيشغل نظام التعلق عندهم بقوة جدا، والنتيجة بتظهر حاجة اسمها استراتيجيات التنشيط. استراتيجيات التنشيط يعني إيه؟ يعني أفكار ومشاعر بتتملكهم وبتدفعهم إنهم يحاولوا يقربوا من الشريك بأي طريقة وبأي تمن. زي مثلا إنه يقعد يفتكر مميزات الشريك بس وينسى أي عيوب، يحطه في مكانة عالية جدا، يحس بقلق مستمر طول ما هو مش متواصل معاه. والقلق ده ممكن يخليه يتصرف تصرفات معينة؟ أحيانا القلق الشديد ده بيخليه يلجأ لسلوك الاحتجاج اللي اتكلمنا عليه، محاولات تبان يائسة شوية عشان يستعيد الاتصال أو يلفت الانتباه، زي إنه يتصل ويكرر الاتصال بشكل مبالغ فيه. أو يبعت رسائل كتير ورا بعض. بالظبط، أو يحاول يثير غيرته، أو يهدد بالانفصال وهو مش قصده فعلا، أو ينسحب فجأة كنوع من العقاب. والمشكلة إن السلوكيات دي في الغالب مش بتجيب نتيجة كويسة على المدى الطويل، وممكن تضر العلاقة أكتر ما تفيدها. الكتاب كمان ذكر نقطة مهمة، وهي إن الناس دي ممكن تخلط بين حالة القلق والتوتر دي وبين الحب الحقيقي. دي نقطة خطيرة فعلا. كتير من اللي نمطهم قلق بيفتكروا إن الإيموشنال رولر كوستر ده، الطلوع والنزول المستمر في المشاعر والقلق ده، هو ده الشغف والحب الجامد. لكن في الحقيقة ده غالبا بيكون مجرد علامة إن نظام التعلق بتاعهم نشط وشغال بقوة، لأنهم مش حاسين بالأمان الكافي في العلاقة. المفروض إن الحب الصحي يجيب معاه سلام وهدوء داخلي، مش العكس. وفي مفارقة كمان، إنهم ممكن ينجذبوا أكتر للناس المتجنبة. بتحصل كتير، لأن الشخص المتجنب بيبعت إشارات متضاربة، وده بيخلي نظام التعلق بتاع الشخص القلق يفضل شغال ونشط، فيترجم ده على إنه حب واهتمام. طيب والنمط المتجنب بقى، اللي الكتاب سماه المسافر الوحيد، إيه قصته؟ إيه اللي بيحركه؟ الدافع الأساسي عنده هو إنه يحافظ على استقلاليته بأي شكل، يتجنب الاعتمادية على قد ما يقدر. هما مش ما عندهمش احتياج للارتباط، لا عندهم، بس بيحاولوا يقمعوا الاحتياج ده ويكبتوه. بيستخدموا بقى حاجة اسمها استراتيجيات التعطيل عشان يبعدوا الشريك ويحافظوا على مسافة آمنة بالنسبة لهم. استراتيجيات تعطيل؟ زي إيه دي كمان؟ يعني مثلا يبدأ يركز على عيوب الشريك بس ويفضل يدور فيها ويكبرها في دماغه، رؤية الدودة بدل التفاح زي ما الكتاب بيقول. أو تلاقيه دايما بيحن لشريك سابق كان مثالي، وغالبا الشريك ده وهمي أو متعدل في الذاكرة. الفانتوم إكس. بالظبط. أو بيفضل يدور على الشخص المثالي اللي مفيش فيه ولا غلطة، وطبعا ده مش موجود. أو يقلل من أهمية العلاقة نفسها، أو يتجنب يقول كلمة بحبك، أو يحتفظ بأسرار عشان يحس إنه لسه ليه عالمه الخاص. كل دي طرق عشان يطفي نظام التعلق ويحافظ على المسافة. وده بيخلي العلاقة معاهم متعبة للشريك التاني؟ ممكن تبقى متعبة جدا، خصوصا لو الشريك التاني قلق أو حتى آمن بس بيحتاج قرب وتواصل عاطفي واضح، لأن المتجنبين عادة بيلاقوا صعوبة في فهم مشاعر الشريك أو تقديم الدعم العاطفي اللي هو محتاجه. ممكن يبانوا باردين أو مش مهتمين، والتغيير بالنسبة لهم ممكن، لكنه أصعب، لأنهم في الغالب مش بيشوفوا إن في مشكلة أصلاً في طريقتهم. نيجي بقى للنمط اللي الناس كلها عايزة تكونه أو ترتبط بيه، النمط الآمن. إيه بقى اللي بيميزهم قوي كده؟ هم فعلاً عندهم صفات بتخليهم شركاء رائعين، بس مهم نعرف إنهم مش مملين زي ما ممكن حد يتخيل. لا خالص. أهم حاجة بتميزهم هي قدرتهم على التواصل الفعال، بيعرفوا يعبروا عن احتياجاتهم بوضوح وهدوء، بيكونوا مرنين، بيثقوا في الشريك. الأهم إنهم مش بيلعبوا ألعاب نفسية، اللي في قلبهم على لسانهم غالباً. وما بيلعبوش ألعاب زي إيه؟ زي مثلاً محاولة إثارة الغيرة، أو الانسحاب المفاجئ، أو الكلام اللي ليه ألف معنى. هم مباشرين وواضحين، بيعرفوا يسامحوا أسهل، وبيشوفوا العلاقة الجنسية والحميمية العاطفية كحاجة واحدة مرتبطة ببعض. بيخلقوا جو من الثقة والأمان في العلاقة. الكتاب قال إن ليهم تأثير واقي أو buffering effect، ممكن تشرح لنا دي؟ دي نقطة مهمة جدا. معناها إن وجود شريك واحد بس آمن في العلاقة بيقدر يحسن من جودة العلاقة كلها. يعني لو طرف آمن والطرف التاني قلق أو متجنب، الشريك الآمن ده بتصرفاته وردود فعله الهادية بيقدر يخفف من قلق أو تجنب الطرف التاني، كأنه بيعمل مصد أو بافرنج ضد المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب اختلاف الأنماط. وده خبر حلو جدا. يعني مش لازم الاتنين يكونوا آمنين عشان العلاقة تنجح؟ مش لازم خالص. وجود طرف واحد آمن بيفرق كتير، وبيخلي مستوى الرضا في العلاقة أعلى، وبيساعد الطرف التاني إنه يتصرف بشكل أقرب للأمان مع الوقت. بس ده برضو مش معناه إن الشخص الآمن ده سوبرمان يعني، وما بيقعش في مشاكل.
لا طبعا، مفيش حد محصن. الشخص الآمن ممكن يتأثر جدا بالسلب لو فضل في علاقة مش صحية أو مؤذية لفترة طويلة. يعني لو الشخص اللي طول عمره آمن بدأ يلاقي نفسه قلقان زيادة عن اللزوم أو شكاك، أو بدأ هو نفسه يلجأ لألعاب نفسية ما كانش بيعملها قبل كده، دي لازم تكون علامة خطر. علامة إنه في علاقة مش مناسبة ليه. بالظبط، علامة إن العلاقة دي بتستنزفه وبتأثر عليه سلبا، أو إنه مر بتجربة صعبة محتاج يتعامل معاها. طيب، من السيناريوهات الشائعة جدا هي ارتباط شخص قلق بشخص متجنب. إيه اللي بيحصل غالبا في العلاقة دي؟ ده اللي الكتاب بيسميه فخ القلق التجنب. ده فخ فعلا. اللي بيحصل هو صراع مستمر، غالبا تحت السطح، على درجة القرب المطلوبة في العلاقة. واحد عايز يقرب والتاني عايز يبعد. الخناقات اللي بتحصل بينهم ممكن تكون على حاجات تبان تافهة من بره: مكان الغسالة، ليه ما جبتيش أوضة بسرير مزدوج، ليه لسه عندك أصدقاء قدام على فيسبوك. حاجات صغيرة يعني. تبقى صغيرة، لكن في عمقها هي خناقة على أنت بعيد ليه؟ أو أنت لازق فيا ليه؟ بنشوف بقى الديناميكية المشهورة بتاعت المطاردة والانسحاب. واحد بيجري ورا التاني والتاني بيبعد أكتر. العلاقة بتفضل موجودة لكن مستوى الرضا فيها قليل جدا. طب والعلاقة دي ممكن تتحسن ولا محكوم عليها بالفشل؟ ممكن تتحسن، بس الموضوع محتاج مجهود كبير وواعي جدا من الطرفين. محتاجين أولا يفهموا هم بيعملوا إيه، يفهموا الأنماط دي، وبعدين يتعلموا طرق تواصل جديدة وفعالة يعبروا بيها عن احتياجاتهم الحقيقية بدل أساليبهم القديمة. زي الاحتجاج عند القلق أو الانسحاب عند المتجنب. لكن بصراحة لو العلاقة لسه في بدايتها والصراعات دي واضحة وقوية، لازم الشخص يقف ويفكر كويس. هل حجم التنازلات والتعب ده مقبول بالنسبة لي على المدى الطويل؟ سؤال مهم. وإمتى الصدام ده بيوصل لمرحلة ممكن نقول عليها مؤذية فعلا وتستدعي إن الواحد يفكر بجد في الانفصال؟ لما العلاقة تتحول من مكان للأمان لمكان للخوف أو الإهانة. لما تلاقي الشريك ده بيعاملك كأنك عدوة مش حبيبة. لما تلاقي نفسك أنت أكتر شخص بيتعرض منه للتقليل أو التجاهل أو الإهانة أو حتى العنف اللفظي أو الجسدي. لما تحس إن راحتك النفسية وصحتك وسعادتك ما بقوش من أولوياته خالص، بل بالعكس ممكن يكون بيعمل حاجات تضرك. الكتاب حكى قصة مارشا وكريج كمثال على ده. أيوة، القصة دي بتوضح العلامات الحمراء دي كلها. إشارات متضاربة من الأول خالص، تقليل من شأنها، مقارنتها بغيرها، ما كانش بيعترف بالعلاقة قدام الناس، عنف لفظي. كل دي كانت علامات خطر واضحة. المشكلة إن قرار الانفصال نفسه بيكون صعب جدا حتى لو العلاقة مؤذية. ليه؟ ده بسبب قوة رابطة التعلق اللي اتكلمنا عليها في الأول. قطع الرابطة دي مؤلم جدا. المخ بيسجل الألم ده زي الألم الجسدي بالظبط. وكمان بتحصل خدعة تانية من المخ اسمها ظاهرة الارتداد. ظاهرة الارتداد؟ أيوة، بمجرد ما تبعد أو تقرر الانفصال تلاقي مخك بدأ يفلتر الذكريات، يفتكر لك المواقف الحلوة القليلة وينسيك كل التعب والإساءة اللي حصلت. نظام التعلق بيتنشط وبيحاول يرجعك تاني لمصدر الأمان حتى لو كان مصدر مؤذي. عشان كده الخروج من علاقة زي دي محتاج خطة ومحتاج مساندة. زي إيه؟ يعني لازم تجهز شبكة دعم حواليك من أصحابك أو أهلك، تلاقي مكان آمن تروح له أول فترة لو محتاج، تحاول تشبع احتياجك للتعلق ده بطرق تانية صحية زي الدعم الاجتماعي، الرياضة، الاهتمام بنفسك. والأهم تسامح نفسك لو ضعفت ورجعت خطوة لورا. ده طبيعي بيحصل. تعترف بالألم اللي بتحس بيه وتخلي حد قريب منك يفكرك بالواقع لما تلاقي نفسك بدأت تفتكر الحلو بس. ممكن الواحد يكتب قائمة بأسباب الانفصال؟ فكرة ممتازة. تكتب قائمة بكل الأسباب اللي خليتك تاخد القرار ده وتخليها معاك تقراها كل ما تحس بضعف أو حنين، وتفتكر أن الألم ده مهما كان شديد هو مؤقت وهيعدي، ومعظم الناس بيتخطوه وبيلاقوا حياة أفضل بعد كده. فعلا رحلة فهم عميقة ومهمة. لو حبينا نلخص أهم فكرة نطلع بيها النهاردة للمستمعين ممكن تكون إيه؟ أعتقد أهم فكرة هي إن فهمنا الأنماط التعلق دي، الآمن والقلق والمتجنب، بيدينا أداة قوية جدا، زي ما نكون لبسنا نظارة جديدة بنشوف بيها نفسنا وعلاقاتنا بشكل أوضح. والأهم من مجرد الفهم هو إننا ندرك إن التغيير ممكن. التغيير نحو الأمان ممكن بالوعي وبالمجهود وبالممارسة، وبإننا نختار شركائنا بحكمة أكتر، شركاء يكونوا بيدعموا احتياجاتنا للأمان والقرب. وإنه فكرة الاعتمادية الصحية دي مش ضعف أبداً، بالعكس هي ممكن تكون البوابة اللي بتفتح لنا طريق لاستقلالية حقيقية أكبر. بالظبط،
مفارقة الاعتمادية دي رسالة قوية جدا ومحتاجة تفكير. القاعدة الآمنة هي اللي بتدينا الشجاعة والجناحات عشان ننطلق ونحقق نفسنا في الحياة. ونحب نختم المناقشة دي بسؤال نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. لو أخدنا مفارقة الاعتمادية دي بجد، إزاي ممكن إننا لما نسمح لنفسنا بالاعتماد الصحي الآمن على الشخص المناسب ده يفتح لنا أبواب لحرية أكبر ونمو شخصي أوسع في جوانب تانية من حياتنا، عكس كل الكلام اللي بنسمعه عن تمجيد الاكتفاء الذاتي المطلق؟ سؤال يستحق التفكير.